باننا مزيان نحبوا لوليداتنا القرايه. بعدا الاولى هاد الاسر المغربيه والعربيه والاسلاميه شحال كتقرا؟ راه مشكله لو كنجيبوا الاحصائيات ديال شحال كيخسروا في الميزانيه على الكتوبه، راه والله العظيم تتحشم وتهرب. واش عندنا الاباء والامهات داخل الدار مدخل كتاب مخرج كتاب كيهضر على المحاضرات كيناقش مع ولادو المواضيع؟ ما عندناش. هذه الاسره ماشي الاسره النموذجيه، هذه الاسره العاديه خصها تكون بهذا الشكل. ما يمكنش الاب يوميا مدخل القفه والمراه غاديه للجوطيه، ها تقضات جلابه، ها صندالات الميكا، ها سطل ديال الدوش، ها كيز، ها تخربيقولوجيا، وما عمر تدخل في يدها مجله، ما عمر تدخل الكتاب، وتقول علاش ولدي ما يقراش، واش بنتي خرجت صقعه؟ اما سي تو في نورمال. من الخيمه خرج عوج. قال لك الشاعر: اذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلومن العيال على الرقص. انت تضل تطبل وولدك يشطح، علاش ولدي يشطح؟ اوتوماتيك غادي يشطح. الو كاسكو تو اتون غادي يمشي يولي لك اينشتاين. دونك الاسره خصها تجمع راسها. وحنا كنطالبوا هاد الناس ديال وزاره العدل تا هما عوض يقويو في العقد ديال الزواج والتخربيقولوجيا، اول وثيقه انا كنقول اللي غادي يدير واحد خير كبير منها يجيبوا لنا رخصه القياده الاسريه. ما تزوج تتفورم على كيفاش تكون زوج معقول. راه بعض المرات كتلقى الراجل زوين والمراه زوينه، تشد الراجل بوحدو الفن، المراه بوحدها الروعه، تجمعهم المش مع الفار. علاش؟ ما كيميتريزيوش l'art de communiquer avec l'autre. هذاك مكوكب وهذا مكوكب، سي با لا ميم شوز. المراه كتبغي تفصل مثلا تهضر مع رجلها والله يخليك وراه وقع وكذا وكذا وكذا، وصافي طلعتي ليا في مخي. يا ودي غير اسمع لمرتك شويه، دير اوف كاع ودير هز راسك بعدا تبعها، تيلا عييتها تبعها، هذاك الاحتواء العاطفي وبخير.